تستمرش في المدرج في المدرجات يا كابتن. يلا يا كابتن. كما تستطيعون طبعا كابتن ماهر النحاس ومباراة سيرويت وشمالك الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا اللقاء اللاعب محمود فيشة عودة بعد غياب لهذا النجم الكبير اللاعب محمود فيشة، الحمد لله على السلامة بعد رحلة طويلة من الغياب، نتمنى له العودة تألق من جديد. ثاني ايضا فريق شمة اكبر من الوصول للعديد والعديد من المباريات النهائية، ولكن اصطدمت روحاته اليوم بهذا الموجع الازرق السماوي بانطلاقه للنجم حسين الخولي. ماذا يقدم الخولي؟ الورقة. ماذا اهدرته بالعز؟ ماذا اهدرته بالعز؟ مش ممكن مش ممكن مش ممكن محمود مش ممكن يا راجل. دي كراته ودي انطلاقاته ودي خطراته، ولكن الماء اليوم حضر، واذا حضر الماء بطل التيمم. ادي محمد النشاط يا عيني، وادي انطلاقه حسام الخولي، انطلاقه من الخولي، ولكن يا سلام يا احمد اسراج، وادي فرصه للنشاط العائد للخطوط الدفاعيه. يا سلام محمد النشاط بالعيد قيمه تسويقيه تتخطى 100,000 جنيه. ادي يا محمود ابو العز، وادي فلت جميل وعنده المساحه وعنده الرؤيه. وادي خالد عبد السلام، ماذا يقدم خالد عبد السلام يا عيني؟ ادي الخولي عدى فات لكن يا سلام يا اسراج، يا سلام يا اسراج يا احمد اسراج، وبيلعب بالنار لكن الاستاذ فرج بص خبرات الدوري الدرجه الثانيه من هذا اللاعب الكبير. وادي محمود جمال عدى وفات جمال، وادي انطلاقه عدى وفات، ولكن ممدوح الصعيدي معاه صافرته ومعاه قراراته. يا عيني المباراه كبيره، المباراه مشتعله منذ البدايه، وكره خطيره هناك لصالح اللاعب محمود جمال، ولكن في الاخير نجح محمد اسامه في الاختبار الاول، وعلى الطرف الاخر لم يختبر محمود زهران حتى الان. ضربه حره مباشره وعلى التيس بالصوت من محمود جمال، توم الجزيري محمود جمال ثنائي سيرويت المتميز على طريق متعب بدرجات. بتعمل ايه يا محمود؟ طول تسيير هذه المباراه بهذا الشكل الكبير في حضور طبعا كابتن ومدير الفني للنادي الاهلي كابتن احمد عياد، اللي طبعا بنبعث له كل التحيه وكل التقدير لهذا النجم الكبير. ضربه حره لصالح العناصر الشماليه بالمشد. ادي المشد وادي انطلاقاته. هل هناك جديد؟ بالفعل تفضل يا كابتن شعبان. يطير الميكروفون الى زميلي الفاضل كابتن شعبان السامي. اليك الميكروفون. شكرا للكابتن ماهر النحاس. صار كابتن ماهر النحاس ابننا المحترم عبد الرحمن المشد، طبعا كابتن فريق جابر ملعوب على طول عبد السلام حلوه وطويله لحسام السن للرجول. يا سلام يا فرج عبد لما قلته يلعبها الجمال حامل الولد محمود جمال دوت، لكن جانب من الجبهه اليسرى من البركي دوت لعيب خط وسط مميز، لكن دي منين يا جماعه؟ من الشمال لليمين ويقع على محمود جمال علي منصور، ويلا منصور تخبط في منصور كده وتتحول الى رمي التماس لفريق شمال. مباراه حلوه، مباراه تستحق المشاهده والمتابعه ما بين الفريقين الاحمر سيرويت وفريق طبعا شمال سيرويت في بدايه اللقاء واللعب بالنظيف طوال البطوله، والفريق الذي لم يهزم حتى الان فريق سيرويت لم يهزم طوال البطوله، وهو اللي ماشي على طول فوز. لكن نتمنى للفريقين بقى نحن على الحياه هنا شماويه بنحبهم، سيرويت بنقدرهم، حسام الخولي واشاره من كابتن طبعا حماده النادي، ضربه حره لفريق ضربه حره كده ومعها قليل الاعتراض كابتن احمد الديب، لكن ما اعرفش متنرفز ليه، هو قليل الاعتراض وخلوق جدا احمد الديب. بقى نتمنى احمد تبقى اهدى من اللبر والاروع بخط الدار كده. خالد عبد السلام سابها لاسامه حطها على طول مره ثانيه في الدار كده ترجع لخالد عبد السلام من المشد لعبد السلام، وعبد السلام حطها للي جاله هجمه بقى ابو العز. محمود ابو العز جاله لوحده هجمه الاروع كانت محطوطه له من الخولي، والخولي خدها وضعها في حسام، وحسام لما كورته كده لحسام الخولي ورجع ولد عقل
الملعب. البركه اللي ابتدى يتحرك اهوت يمين وشمال سيدنا موسى، لكن اهوت الشيتا قدام اهوت يحمل القميص 66 حطها له مقفوله. جمال 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 الله عليك يا جمال. ومن سراج ياخدها المشد، والمشد ليه يا ابو العز؟ يلا ابو العز، ابو العز يدور على الخولي. حسام رجله حلوه، حسام حتى للشيتا صلح عليه مرتين نقط. اوعى منصور ومعه ايه؟ مع صافره هنا كابتن مشد الشمه مسيرويت، والمسيرويت الفريق الوحيد الذي لم يهزم طول البطوله حتى الان، والشمويه باحثون عن هدفهم. ابو العز يا شيتا بتعمل ايه؟ بتعمل ايه يا شيتا؟ حلوه محطوطه المنصور اللي ابتدى ياخد الجبهه كده ملعوبه مره ثانيه، والعرض الورا دوت ورايح. سابها البركه يا ابو العز، وابو العز على طول لسه عاوزين انطلاقات في نص الملعب يا جماعه، ما فيش حد استحوذ على نص الملعب، الكره حيره دايره كده، والفريقين عاملين حساب كبير قوي لبعضهم. ترجع للبركه تاني، محمود البركه عامل ايه؟ جاله حسام الحلو، حسام الحلو متحرك حتى الان من وجهه نظر الحلو. ان لم يفعل الكره يشوط اللي حطها لك من خلف ضرب تديلك كتير قوي، ان تديلك خلف ضرب ريترويت خالد وهو حلو، لكن حطيت لي الشيتا وجها لوجها امام زهران اللي بيتالق ويطلع ويلتقط كورته في اخر اللحظات. ضربه ركنيه اخرى لفريق ريترويت على الفريق الاحمر الباحث عن ذاته حتى الان. يا ولد يا مشد على طول ترجع لاسلام فرج العقل المفكر في الخلفيه. هو عبد السلام الله عليك يا سلام. الشيطة فرج دفع يا سلام الله عليك على طول. ترجع مرة ثانية حلوة منصور. لا النقيب على طول يخرجها خارج الخطوط تماما. واحدة ضيعها الشيطة، واحدة ضيعها علي منصور. عتاب ما ينفعش يا خالد، العتاب دلوقتي العتاب يبقى للمدرب لا يكون المقبول يا خالد، وانت لعيب كبير. المشد حلوه على طول اهوت، ترجع لخالد عبد السلام، نرجع للقائنا الحلو تاني، والنقيب علي منصور يضيع فرصه كده. ضابط القوات المسلحه علي منصور نتمنى له التوفيق، ومرعوبه مره ثانيه. واحنا يا راجل ترجع له الولد المفكر اول اللي عجبني هادي لعيب كوره، هو استنى فرج لعيب كوره كده تقدر تقول عليه لعيب كوره زي ما بنقول على المغني كده فرجه. قفانا رجع لحالة عبد السلام. اوعى الحولي يا سلام يا زهره، الخراج دوت على طول تبقى رمتك. الحولي المشهد هيعملوا ايه؟ هل هنكتب بنات في قابل كل الفريقين؟ هنشوف عبد السلام اديله فرصه يا جماعه، اديله فرصه للتصويت. رمي التمرس لفريق ملعوبه مره ثانيه، وهي لعبه لمين؟ رجع ابو العز، ابتدى يرجع ابو العز يفرق كتير قوي. محمود ابو العز لما يرجع ورا ابتدى يرجع ورا بيساعد خط دار، ما انتش مضغوط ولا حاجه. ابو العز ايه البركه مش هنقول الا لما حكم اللقاء. ابو العز ايه البركه طبعا حكم اللقاء بيتجه نحو ضربه الجزاء. هنشوف حكم اللقاء ولاعب الفريق طبعا سيرويت. واحنا لم نتحدث هنا في اسره وزاعه الا لما حكم اللقاء يقرر الماتش الاول ولاعب فريق سيرويت رايح بيتجه كابتن ممدوح جابر السيدي نحو الكابتن انور السيدي. انور براجع يا جماعه، وريت متعود ان احنا نبقى بعيد عن الفار، كل موجوده، والكابتن انور السيدي مع ايه؟ مع كارت. طلع كارت احمر لاسلام فرج. يبقى هيحسب ضربه جزاء طالما طلع كارت احمر كده لاسلام فرج، يبقى ضربه جزاء هنشوف طبعا. اكيد كابتن اسلام فرج امتثال لقرار الحكم ولاعب اخلاق. بجد انا لم اتقبل لك واحترمك، كل الجماهير بتقدرك يا اسلام فرج، لم يعترض من المباراه اللي فاتت. اقدرك يا اسلام فرج بصراحه ربنا. انا قلت من المباراه كرويت من الفرق الفرد من فعلا في دوره محل. لا طبعا تصرف الاذاعه بتتكلم، لكن خليني في الكره في الاول. المشهد تركوها طبعا حسام الخولي وزعران، يلا زعران والمشهد يا راجل يا لعيب، حطها حلوه على يمين زعران كده، وحطها بوجوه بمعنى غيره. وزعران يلا زعران والمشهد
لسه في القصه روايه كبيره جدا في الشوط الثاني، ولسه سيراميكا يدافع عن ذاته وعن كبرياءه، وكان مطرود قبل منهم وانتصر وفازوا الكلت الفريق الذي لم يهزم. الان الشمعيه بهدف والاروع، قلنا ليه ده احمد جديد، وعلى طول الشمعيه كسبوه بهدف على طول طرد العقل المقدم لفريق سيراميكا اسلام فرج المبدع في هذه البطوله من وجهه نظري اخلاقا الاول، ثم كرويه ثم قياده لفريق سيراميكا. ضربه حره كده هنشوف طبعا فريق سيراميكا يبقى عندنا الهدوء، يبقى عندنا كده عشان ما نخرجش من اللقاء. الفريقين كل ما تبقى هادي، كل ما يبقى تركيزك في اللقاء، كل ما تتعصب، كل ما بتفرق كتير جدا من مجهودك ومن مشاكلك في هذا اللقاء. هنشوف كابتن ممدوح فرج عامل ايه، ممدوح جابر السعودي مجديد ذراع في ممدوح فرج، لكن على طول كده وتبقى ضربه حره انذار لمين؟ انذار يا راجل يا راجل يا راجل، وتخرج وتبقى ايه طبعا بشاير رمز التماثل لفريق سوريا، بحث عن ذاته، بحث عن كبريائه، لان اللي فريق سوريا يلعبها حلوه يطلع يا اسامه، لكن على طول يخرج علشان يثبت للناس الحياديه اللي موجوده في ارض الملعب، وان عاوز يخرج المباراه يعني فير بلاي فعلا زي ما الكتاب بيقول. انا عن نفسي كابتن رشدي اشكرك على اللي انت عملته ده، وبوجه لك الشكر الخاص انا وكابتن جمال اسماعيل. طبعا السلميات يا جماعه ما زالت في ارض الملعب وما زالت تقف. اسلام فرج يا جماعه، الحركه اللي عملها دي حركه لا اراديه، واللي عملوا اكتر خروج بالمنظر ده انا بحييك يا اسلام يا فرج على اخلاقك. طبعا ما زالت عناصر السلميات. ثواني ايه؟ لا هناك اللي هناك تغيير ايه؟ يعني الانذار اتلغى من عبد السلام ورعنا بالعز، ولا مش فاهم انا فيه؟ صح كده؟ يعني الانذار له بالعز زي ما احنا قلنا، لان الفاول كمان سابوه كابتن ممدوح السيد. فطبعا يا كابتن ما زالت حتى الان فريق سيراميكا متمكن وموجود في ارض الملعب. ناس وضيوفكم الكرام اصدقائي المشاهدين، نتشبه هذا اللقاء والسر ومرحبا بكم هنا في استاد العاصمه الكرويه، هنا في ملعب مركز شباب مخالي، هنا تحت رقم 1-0 فريق شمة. كيف ستكون المباراة او لمن ستكون البطاقة؟ من يصعد للفينال؟ من يصعد للفستيفال؟ من يصعد للحفل النهائي لهذا المونديال؟ سنرى السابع. هنالك فرق كثيرة لعبت ناقص العدد. غادر الخولي نعم الكرة بالعز، العب كرة البركة، الكرة تمشي في اليسار، الكرة المشهد محمد والتسديد الحارس. الله على حارس العملاق، ولكن كرة ثم تبحث عن قتل اللقاء، تبحث عن هدف ثاني في هذا اللقاء. اللي يبحثون عن هدف ثاني زمان، والعرضية مش مبطل ولا كاشف. تغيير في الصفوف والفرقة الحمراء. انزل زوبا امن، زوبا يغادر، يزود لاعب. نعم هي فكرة رائعة، يزود لاعب في ارضية الميدان. اذا زوبا يغادر ارضية الميدان، وفي سيدخل ارضية الميدان، وسراج اصبح حارس مرمى. اذا هي فكرة ليست بالمستحيلة، الفكرة عملوها لاعب سلويت ايضا على ما اتذكر في مرة من المرات. اذا واحد بنيشة خطيرة من فريق الازرق الشماوي، الدفاعات ممتازة، الكرة رمية بالمرتدة، الكرة بالانطلاقة، ولكن الكرة تعود من شديد، الكرة مفتوحة، التعادل والتنفيذ والدفاع ممتاز. المشهد عالمي، الكرة في المرتدة، الكرة في الوسط، التسديد مش ممكن، التسديد مش ممكن، خارج الملعب، الكرة تعود من جديد. انا ما اقدرش اتكلم في اي حاجة، ولكن انا هقول لك كلمة واحدة بس يا كابتن صبحي، اللي احنا عندنا تم اختيار الكابتن اسلام فرج احسن لاعب واحسن اخلاق في المباراة. احنا عندنا تم اختيار الكابتن اسلام فرج احسن لاعب واحسن اخلاق في المباراة. اضغط يا شارع، اضغط يا شارع. في ناس هنا الحكم كان يحسب عليها فاول، بتقوم تسب الدين للحكم وتشتمه بأبشع الالفاظ. فاحنا طبعا بنختار الكابتن اسلام فرج احسن اخلاق رياضيه في مباراه البطوله. قالها كابتن صبحي، وهي دي الروح الرياضيه وهي دي كره القدم يا كابتن. الحكم كان يحسب عليها
عليها فاول بتقوم تسيب الدين للحكم وتشتري بأبشع الألفاظ. فإحنا طبعا بنختار الكابتن إسلام فرج وأحسن، وهذه الحاجة اللي بتجمعنا. شكرا كابتن إسلام فرج، بشكرك جدا يا كابتن. بشكر كابتن جمال إسماعيل، بشكر الكابتن حسن، بشكر جدا يا كابتن صبحي، الكابتن ماهر، الكابتن أحمد علام، الكابتن عبد الرحمن. نسيء للناس اللي بتيجي هنا؟ لا، احنا بنحترم كل الناس يا كابتن صبحي. أي حد يتجاوز ملوش مكان في مكان يا كابتن صبحي. شكرا طبعا لاستاذنا الاستاذ رشدي كاخا بالفعل. اسلام فرج افضل لاعب في لاعب اخلاق وافضل لاعب في المباراه. 2-0 كنت بيسجل الهدف الثاني بعد نزول محمود فيشه. كنت بيعزز النتيجه بهدف اخر لتصبح النتيجه 2-0 لصالح فريق شمة تقترب بالفعل. لسه بنتكلم عن اسلام فرج، لسه بنتكلم عن اسلام فرج. وانذار ثاني لابو العز. وهذا يعني خلاص ان الجول حسبه الكابتن ممدوح، وقرار طبعا اداري وطرد اللاعب ابو العز من المباراه. عن الثاني في اللقاء ربما ابو العز محمود جمال. يا ولد 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 يا ولد. ضربه ركنيه، ضربه ركنيه للسير. واسلام فرج بيقول لك محمود جمال يا ولد يا ولد يا ولد يا ناموسه يا ولد يا ناموسه. شهاب عمار يلعب لاحمد فراس. فين يا فراس؟ فين يا احمد يا فراس؟ جاي بقى يعني على طريقه تأنب فراس. يا ولد يا ولد احمد فراس مرة تانية يلعب لمحمود جمال، يزحلق كده، لكن من قبل بقى ناموسه جونه لكن طارت محمود فيشه لمحمود جمال. جمال يا جمال على طول. فين فيشه اللي كان بيضرب الملاعب؟ فيشه عايز يعدي فيشه. ايه اصل بقى يعني كده الاثنين عملوا بالانس بقى في الساحل الشمالي على طول. ملعوبه مره ثانيه هناك لجوله. ناموسه هيلدع لسه ملعوبه، واحمد فراج بيتصدى المره دي. يلا يا جماعه قاطع بقى المشد. لعيب كبير يا جماعه، لعيب تقيل قوي. الكره فين بقى؟ الكره الثانيه كيك. حكم اللقاء فضل ان هو ما يجيبش الكره الثانيه ويصفر بدايه المباراه. مبروك شمة الى المباراه النهائيه غدا باذن الله تعالى. لقاء ما بين خالي صاحب الارض والجمهور وفريق سدود، من منهما يتفوق على